الفيل الأزرق للكاتب المصري أحمد مراد، رواية واقعية تتحدث عن طبيب نفسي يدعى يحيى راشد، يخرج من عزلة دامت سنين لاستئناف عمله في مستشفى الأمراض النفسية، وتحديدا في عنبر رقم 8، وهو فعلا موجود في مستشفى العباسية بمصر. تغوص الرواية في الجانب الخفي لنفسيتنا، الجانب الغامض الذي نخفيه خوفا من المجتمع. تحكي عن الحب والجنس والغفران والعلاقات بين الرجل والمرأة، لتتوغل بنا في عالم السحر والشعوذة. يأخذنا الكاتب إلى عالمين مختلفين، الشعوذة والعلم. تتميز الرواية بعنصر التشويق المتتابع والسريع، حيكة الكلمات بطريقة مبدعة تشد انتباه القارئ وتجعله يعيش المشهد ويرى الأحداث أمام عينيه، وهذا ما جعلها تتحول إلى فيلم سينمائي ناجح. قراءة ممتعة.